وعادات وأخلاق الآخرين تختلف عن أخلاقنا وعاداتنا. ولا أقول إن كل عاداتنا وأخلاقنا هي أحسن من الآخرين، لا. ولا أقول إنه عادات الآخرين وأخلاقهم هي ليست يعني كلها طيبة، لا، بل على العكس. الذي أريد أن أقوله بحكم تواجدكم واحتكاككم بالشعوب الأخرى ووجودكم في بيئة غير بيئتكم، حاول أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن. خذوا السمين واتركوا الغد. في نفس الوقت نحن هنا يعني في بلدنا هذا علينا كذلك أن نترك الغد من عاداتنا وتقاليدنا ونتمسك بما هو طيب وبما هو سمين، ونأخذ من الآخرين ما هو طيب عندهم ونحتفظ بما هو طيب عندنا، ولا نقلد تقليد أعمى. قاتل الله التقليد الأعمى. وكم من شعوب رمت نفسها في ما لا يحمد عقباه بسبب التقليد الأعمى. التقليد الأعمى ليس من الصالح أبدا أن نرى الآخرين ونقلدهم كما هم بما فيهم من حسن أو سيء يعني. ونحافظ على أخلاقنا الطيبة وعاداتنا الطيبة، وكما يقول المثل أو يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم كملوا. لا خير خير وتوفيق ومزيد من العلم والمعرفة لتعودوا تخدموا هذا الوطن